ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى ندفي البيت كده مع بعض ونعمل نواعم الفرن بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، مش هتاخد مننا وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت النتيجة حلوة جدا. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف القرصة بالسكر والقرفة الجميلة دي عملناها مع بعض ازاي. عندي دول 2 كيلو من الدقيق، هحط عليهم تقريبا كوباية من السكر عشان تبقى القرصة نفسها طعمها حلو. طبعا هحط رشة ملح كده عشان تطعم لنا الحاجة بتاعتنا. عندي كيسين من الفانيليا يدوها ريحة حلوة. عندي كيس من البيكنج باودر، وعندي من الخميرة او معلقتين خميرة كبار، عشان خاطر احنا في السقعة يعني نزود الخميرة عشان العجينة تيجي معانا بسرعة. عندي السمنة بقى، دي سمنة على زيت، انا بسيحهم بدفيهم بس كده، دي تقريبا كوباية ونص من يعني زيت بس او سمنة بس او الاتنين مع بعض. دي كانت كده معلقة قشطة وش اللبن كده، فانا حبيت ان انا اطعم القرصة بتاعتي فحطيتها. طبعا لو مش موجودة مش هنقف عليها ابدا. بعد كده بقلب بقى المكونات كلها مع بعضها كده لما السمنة يعني تخش في الدقيق كله كده قبل ما احط المادة السائلة بتاعتي. وممكن برضو في العجينة ان انا احط السوائل بتاعتي واظبط العجينة واخلي السمنة دي الم بيها اخر العجينة بتاعتي. عندي بقى هنا ايه، انا عندي لبن رايب، ده كان موجود عندي فقلت استعمله. لو مش موجود طبعا مش هنقف عليه، لان الوصفة مش الاكيد فيها مش اللبن الرايب. ممكن لبن حليب، ممكن لبن بودرة، ممكن زبادي، ممكن مفيش خالص هنستخدم مية دافية بس. اللي موجود هنستخدمه، مش هنقف على حاجة ابدا. طبعا كل دقيق بياخد نسبة سوائل معينة، انا مش هحدد نسبة السوائل بتاعتي. انا هقلب كده لما احس ان الدقيق كله بقى يعني ايه اتمسك معايا كده وبقت عجينة لينة فيها تلزيق بسيط وما تبقاش ناشفة معايا. انا بقى طبعا ايه حطيت اللبن، ولما خلصت وحسيت ان هي لسه فيها دقيق ولسه ناشفة كملت بمية دافية. دي مية بس انا حطيتها مكان اللبن الرايب، فعشان كده هي بيضة معايا. واحدة واحدة بقى لما الم العجينة زي ما انتوا شايفين كده، انا مرضتش اقطع عشان تشوفوا العجينة بلمها ازاي معاكم. واحدة واحدة عشان المية ما تزيدش معايا وارجع ازود دقيق، فتبقى المكونات بتاعتي مش مظبوطة قوي. انا بقى طبعا ما بتملكش العجينة كده الا على الرخامة، حتى كمان ما بحبش اعجن على المفرش ده، يعني ايه، بحس ان انا بتملك العجينة اكتر على الرخامة معايا. هي ما بتاخدش عجن كتير ابدا، بس هي انا عايزه عجينه تكون طريه وفي نفس الوقت تبقى طريقه يعني ناعمه معايا. هلمها بقى كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هسيبها ترتاح لمده دقيقه، هغسل ايدي من العجين وهرجع المها معاكم. بصوا بقى ازاي طريه وجميله، فيها نسبه تلزيق بسيطه جدا، وهي دي النتيجه اللي انا عايزاها، لان دي هتديني في الاخر قرصه طريه جدا. هسيبها بقى في مكان دافي كده لما تخمر معايا، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. عندي بقى السمسم اللي هستخدمه، دول شوية من السمسم كده، هحط عليهم بقى معلقتين من السكر. والسكر هنا عشان خاطر لما احط السمسم على وش القرصاية كده يخليها تثبت معانا وما يقعش منها. طب الحشوة بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى عبارة عن سكر، معلقة من القرفة، دي تقريبا كوباية من السكر وعليها معلقة من القرفة، واحط عليها معلقة من مية، معلقة من المية بس، اللي بيها ان انا هخلي القرصة السكر والقرفة زي العجينة معايا كده عشان تسهل الحشو، وفي نفس الوقت عشان السكر ما يبقاش في الحشوة زي الحبيبات فما يسحش معايا فيبقى طعمه مش حلو. ممكن احط في الحشوة دي كمان سميد، وممكن احط كاكاو عشان اغمق الموضوع، لكن هي كده كانت حلوة جدا. انا بكور بقى القرصة بتاعتي وببتدي احشيها، وبحط عليها السمسم والسكر كده، بحطها على صينية مش مدهونة زيت ولا اي حاجة خالص، هي كانت كفاية قوي في السمنة والزيت اللي جواها، وبس كده. ممكن بقى اكورها كلها وبعدين استخدم كرة كرة، وممكن واحدة واحدة زي ما انا حابة اشتغل. هحط الحشوة جواها اهو، لازم اقفلها كويس جدا عشان السكر ما يسحش مني ويطلع بره القرصية ومتبقاش كويسة. بعد كده هنزل بوشها بقى كده في السمسم والسكر، وبعد كده على الصينية هضغط عليها لما افردها.
طبعا مخليهاش تخينة معايا لانها هترفع معايا فهتعلى قوي، فما تبقاش تخينة بعد التسوية بتاعتي. هسيبها بقى ترفع نص ساعة تقريبا عشان تديني نتيجة كويسة. انا هسويها هنا في الفرن اللي هو الغاز اللي هو البلدي اللي زي كده، فانا سخنت الفرن جامد جدا. بعد كده ابتديت ان انا اهدي الجوانب بتاعته واهدي الارضية كمان، وهغطي عليها كل دقيقتين 3. هلف الصاج بتاعي في الفرن عشان كله ياخد درجة لون واحدة ودرجة تسوية واحدة. اما لو انا هسوي على فرن البوتاجاز العادي، برضو هشغل الفرن قبلها بربع ساعة، هسخنه جدا جدا وهدخلها على درجة حرارة 180. اللي تقريبا مش هياخد معانا اكتر من ربع ساعة وهتكون جاهزة معايا. وهشغل كمان الشواية بتاعتها على نار هادية. اول ما بيخرج معايا بقى برشها ببخاخة مية كده او بايدي رشة مية خفيفة، وهغطي عليها بحيث ان هي تفضل طرية معايا. بصوا كانت طرية جدا وكانت طعمها حلو قوي وريحتها كانت مالية الدنيا. وياريت بقى المتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.